السلام عليكم، اهلا بكم كل مشاهدين ملك الكره في كل مكان. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في اطلاله جديده في ختام مونديال فيفا قطر 2022. بطوله ولا اروع. شفت التنظيم، شفت المباراه، شفت الملعب لوسيل، الملعب اللي اتعمل عليه المباراه افتتاحيه، مباراه افتتاحيه ومباراه نهائي اللي اتلعب عليها ماتش الزمالك والهلال لو تفتكروا. كان بروفا يعني جميله جدا في سوبر المصري السعودي. ملعب جميل، امكانيات عاليه جدا. قطر يا جماعه لما بنتكلم على امكانيات، قطر نمره واحد في العالم، مش في الخليج ولا في العالم العربي ولا الوطن العربي، لا ده في العالم. يعني متوسط دخل الفرد اعلى متوسط في العالم. هم عدد سكانهم حوالي 700 أو 750 الف نسمه. مش عايز اقول ربنا يغني الناس كلها يا رب، ويغني مصر العظيمه، يغني كل الدول العربيه، ونبقى افضل ناس في العالم. طيب بالنسبة للمباراة أو المونديال قطر 2022 كأس العالم، يمكن المرة دي ولا أروع. حاجة تنظيميا طبعا عالي جدا، في إثارة، لكن أنا مصمم إن فنيا 2018 أعلى، يعني أعلى طبعا شوية. والمفاجأة أو الحاجة اللي حصلت الحمد لله وتطمنا وتشرفنا ان المغرب فازت بالمركز الرابع. في ناس تقول لك ما فازتش بالثالث برونزيه، لا عادي جدا. هو مين الدوله العربيه اللي فازت بالمركز الرابع قبل كده في المونديال او المونديالات السابقه؟ كل كؤوس العالم السابقه ما فيش فريق عربي حاز او فاز بالمركز الرابع. تمام. مش عايز اقول النتيجه مشرفه للمغرب اللي هو يحصل على المركز الرابع، لكن ده تشريف لكل الوطن العربي. وعشان كده برجع تاني بقول ديما مغرب. هم دي بيقول لك ديما مغرب عندهم المغاربه، واحنا بنقول لهم ديما مغرب. شرفتونا. وليد الركراكي نجم من نجوم هذه البطوله، الناحيه الفنيه والتدريبيه الحقيقه. اناحي اشرف حكيمي، حكيم زياش، ياسين بونو، بوفال. الحقيقه الفرقه كلها يعني معذره ان انا مش هقدر اقول كل الاسامي، لكن حاجه الحقيقه ممتعه جدا. فريق قوي جدا. جمال سايس المدافع كابتن الفريق، لكن الفرقه كلها حاجه الحقيقه ممتازه جدا ومبهره. نتمنى ان كل الدول العربيه والدول الافريقيه، لكن يهمنا الدول العربيه اللي هي يبقى سقفها دايما اللي هي توصل على الاقل دور الثمانيه ان شاء الله في البطولات القادمه، ويبقى دافع المغرب عملته اللي احنا ننافس بعد كده ان شاء الله في خلال 10 او 20 سنه من الان. يعني في خلال بطولتين او ثلاثه ممكن نخش المنافسه زي ما عملت المغرب وفاجئت نفسها وفاجئت الجميع. طيب انا مش عايز اقول النهايه مع المغرب اللي حصل مع الحكم القطري، ودي ما كانتش المفروض تحصل، لكن حماس ملعب طبعا من اللعيبه، من اشرف حكيمي، من عمل مع افنتينو كده وتنرفز على التحكيم، والتحكيم الحقيقه ظلم المغرب. عشان برضو نكون يعني ايه، نكون امناء مع نفسنا. في ضربه جزاء مع للمغرب ضد فرنسا ما اتحسبتش. اخطاء تحكيميه حتى في المباراه الاخيره برضو ما اتحسبتش لصالح فريق المغرب على الثالث والرابع قدام كرواتيا. الحقيقه حاجات كتيره جدا جدا نقول ان المغرب تعرضت لظلم. طيب النهارده الارجنتين وفرنسا، كل الناس كانوا بيشجعوا، ناس كتير جدا بتشجع الارجنتين عشان ميسي. يعني انا بطبيعتي ما بشجعش منتخب الارجنتين، عشان بس الناس تعرف انا بشجع او بميل لمنتخب البرازيل. حقيقه بستمتع بالكره البرازيليه بشكل كبير جدا، وكنت برشحها انها تفوز بالبطوله لولا كرواتيا اللي بوظت البطوله. يعني انا شايف ان كرواتيا بادائها الممل ده، واللي هي فازت على البرازيل، بدل ما كان البرازيل في النهائي تخيلوا او قبل النهائي مع الارجنتين، كانت حاجه ممتعه. لكن انا بقول ان الفريق الارجنتيني لعب مباراه كبيره جدا النهارده، لكن يعني سيطر على المباراه لغايه الدقيقه مثلا 78 او لغايه الدقيقه 80، وبعد اخر 10 دقائق ساب الكوره لمنتخب فرنسا اللي هو يحرز هدفين. ومش عايز اقول الحكم البولندي، لكن اللي انا عايز اقوله يعني انت الكوره في ايدك وانت بتضيع فرص وكسبان 2-0 وفاضل 10 دقائق، والماتش كان هيهرب من الارجنتين لولا ستر ربنا الحقيقه معاهم. لان ميسي ده كله عشان تبقى نهايه سعيده لميسي. يعني ميسي بقاله 20 سنه بيلعب كوره، خد كوبا امريكا من سنتين، ما خدش بطولات. خد دوري ابطال اوروبا طبعا مع برشلونه، ما خدش مع باريس سان جيرمان ابطال اوروبا، لكن فاز قبل كده ببطولات الكبرى في العالم، اخرهم طبعا المونديال. النهارده دي كانت تتويج لمشوار عطاء كبير ليو ميسي. 20 سنه تالق وابداع زي ما حضراتكم عارفين. انا مش بقارنه باي حد، لكن هو الحقيقه نهايه فعلا. انا بقول دي بقى الهابي اند
اللي هي النهايه السعيده لليو ميسي اللاعب الاسطوره. 20 سنه ربنا بيكافئك، بيقول لك خد بطوله اختم بيها مشوارك الكروي. ليو ميسي 35 سنه واربع شهور، اعتقد ان دي خلاص البطوله الاخيره، مفيش بطوله تانية ممكن يلعبها الا اذا كان بقى يعني الناس هتكرمه ويلعب كوبا امريكا الجايه كمان. هيبقى 37 سنه ونص، يعني ما اعرفش هم هيتعاملوا ازاي الارجنتين معاه، لكن هو بطل قومي بالنسبه لهم، هو اسطوري. هيرو شامبيونشيب الحقيقه النهارده اللي عمله والمجهود اللي عمله في الملعب، والمباراه الماضيه كمان مع كرواتيا. لا ميسي طبعا سبب رئيسي، 6 اهداف وسبب رئيسي، 4 ضربات جزاء من ال6، لكن مفيش مشكله. في ناس بتضيع ضربات الجزاء، وضربات الجزاء دي مهاره يا جماعه، يعني برضو يقول لك اصل حاطط 15 هدف منهم 7 ضربات جزاء، طبعا دي مهاره لان الناس بتضيع ضربات الجزاء وده هدف محقق، لكن في ناس بتضيعه، فاذا دي مهاره للاعيب الكوره. طيب امبابي مش عايز اقول كان في عصبيه وفي، لكن الحقيقه انا بقول برافو برضو منتخب فرنسا اللي هو لعب مباراه قويه جدا جدا وكمل الشكل الجمالي للبطوله في نهائي مونديال فيفا قطر 2022. لكن النهايه هابي اند، النهايه السعيده هي الارجنتين، اللي العالم كله كان مشجع الارجنتين عشان ميسي. فوز جميل جدا ومشرف للارجنتين، ودي حاجه جميله. انا اعتقد ان العالم كله كان مبسوط عشان ليو ميسي، وكان مش عايز اقول بقى رئيس الوزراء متضايق جدا الفرنسي ماكرون وحضر المباراه، لكن انا بقول ان العالم كله النهارده، انا اول يعني كل الناس، يعني مش هقول اهلي وزمالك ومصريين ومغاربه وقطريين، كل الناس كانوا بيشجعوا الارجنتين الحقيقه في اللي هم يفوزوا بهذه البطوله، لان هم يستحقوها. ولو تفتكروا انا نهائي 2014 انا شفته، كان الارجنتين بميسي برضو وصلوا قدام المانيا في نهائي كاس العالم، لكن للاسف المانيا كسبت 1-0، وكان في ضربه جزاء صحيحه للارجنتين لم تحتسب. في توجيهات لفوز فرق معينه، انا الكلام ده يمكن احنا بدانا نلاحظه في المونديال دون، في بعض توجيهات حاسس كده اللي في بعض الفرق بتخسر. المغرب لو حسب لها ضربه جزاء مع فرنسا وهي كان النتيجه 1-0 كانت هتفرق، إن كمان مع كرواتيا كانت هتفرق ليها ضربه جزاء، يعني حاجات كتيره جدا جدا. لكن النهايه السؤال اللي بيفرض نفسه، ازاي هنشوف الدوري القروي بعد كده، الدوري البصري او الدوريات العربيه بعد الوجبه الدسمه الحقيقه من مونديال فيفا قطر 2022. مباريات ولا اروع، نجوم كبار جدا جدا امتعونا بكوره جميله جدا. يعني انا شايف اللي نيمار، شايف اللي ميسي، شايف ان اشرف حكيم زياش، اشرف حكيمي من نجوم، يوسف بونو، مارتينيز الارجنتين حارس المرمى، امبابي طبعا كان مستواه عمل اضافه كبيره. يعني في بعض النجوم الكبار قوي اللي ظهروا في هذه البطوله. لكن برضو السؤال اللي انا مش عارف اجاوب عليه، الناس بتقول لي طب هنتفرج بقى على الدوري المحلي، الدوري المصري، ولا الدوريات العربيه ازاي؟ انا بقول لكم هنرجع بقى للبريمير ليج، ونرجع للدوري الاسباني والدوري الايطالي، وهنتابع دوريات قويه ان شاء الله، ونتمنى ان مصر باذن الله ليها دور في الوصول للمونديال 2026. وهيتعمل فين يا جماعه؟ هيتعمل في كندا والمكسيك وامريكا البطوله القادمه 2026. وهيرفعوا الاتحاد الدولي للفيفا، قرر هو يرفع عدد المقاعد او يزود عدد المقاعد عشان نفهمها ل9 مقاعد ونص، وفي ناس بتقول هيبقى 10 مقاعد ونص. نتمنى ان ده يحصل باذن الله على ارض الواقع، وكده ملناش حجه كمصريين ان احنا نوصل ان شاء الله لمونديال 2026. فين بقى؟ في 3 دول، في المكسيك، في امريكا، وفي كندا. اشكركم على حسن المتابعه، ونلتقي ان شاء الله في اطلاله جديده مع ملك الكره في كواليس واسرار جديده مع الدوريات الاخرى والبريمير ليج، وبقى مشوارنا مع محمد صلاح والكره العالميه. سلام عليكم.